ابن تيمية رحمه الله فتح الله عليه في العلم فتوحات عجيبة جدا. تحدث عن إخفاء الدعاء وفوائده، فذكر رحمه الله 9 فوائد لإخفاء الدعاء. ذكر 9 فوائد لإخفاء الدعاء. كم تريدون من واحدة من هذه الفوائد أذكر لكم أو كلها؟ قال رحمه الله: أحدها فوائد الدعاء، فوائد إخفاء الدعاء، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. أعظم إيمانا. لاحظ الفرق بين الذي يأتي مثلا في المطاف ويسمع كل الطائفين يرفع صوته، والآخر الذي يخافت ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه بالمخافته. هذا أعظم إيمانا. الثاني أنه أعظم في الأدب والتعظيم. أعظم في الأدب والتعظيم. ولهذا العلماء عدوا من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت العالي والصياح في الدعاء. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة ولبها ومقصودها. رابعها أنه أبلغ في الإخلاص. خامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه. سادسها أنه دال على قرب صاحبه للقريب سبحانه، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. سابعها أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه. وذكر مثال لذلك، قال: وهذا نظير من يقرأ ويكرر، مثل يقرأ القرآن بصوت عالي، يقرأ القرآن بصوت عالي، فإذا رفع صوته فإنه لا